ما تفهمش امتى في السيكونس بتاع الرجاله فجاه كده انما تتغير وبقى ان الراجل ما ينفعش يبقى ليه صحاب. يعني انا ذات نفسي بقيت مع الوقت ما بستحملش بقى. يعني انا بحب الناس جدا 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 جدا، بس بقيت احبهم بعيد يعني مش احب الناس جنبي خالص. لا انت جميل وبني ادم حلو وانا بحبك، بس في مكانك ما تقربش كتير. اه بيلا بيلا يلا يا فروتو بيلا بيلا يلا يا تمام. حلو قوي ده. وانا مش محضر قوي يعني اي حاجه هنتكلم فيها في الفيديو، بس حبيت اتكلم من هنا ورايح. اتكلم زي ما احب يعني. الموضوع يبقى شاغلني نفتح وندردش كده من غير لا سكريبت ولا اديت ولا تصنع خالص. قعد الواحد بيتكلم على طبيعته. بس يعني خدت بالي ان احنا كلنا بقينا الرجاله بطلت تصاحب. بمعنى فكرة إن يبقى في راجل كبير تلاتيني أربعيني خمسيني عنده صحابه وبينزل يقابل صحابه وبيقعد معاهم. الفكرة دي بدأت تقل مع الوقت وبدأت تبقى حاجة نادرة. يعني بقت ده بقى مش طبيعي. يمكن حتى بقى الطبيعي إن أنت تقابل الناس كل واحد ما عندوش صحاب عادي. يعني ما اعرفش ايه اللي حصل. يعني كان زمان الرجالة عندها صحاب طول الوقت. يعني كانت من شيم الرجولة إن أنت يبقى عندك صحابك. يعني كنا بنعرف ان الراجل ده بيصاحب وما بيخسرش صحابه بقية حياته لحد ما بيموت. دلوقتي الدنيا اتغيرت، ما بقاش كده. بقى كل واحد ما تقريبا محدش بيثق في حد. يعني عامل الثقة قل قوي. فكرة الناس عندها نقص او خوف من بعض، فبقت كل واحد يعني بيترعب من صحابه. ومع الوقت الثقة بتبدأ تقل لدرجة ان هو يحس ان هو مش محتاج حد في حياته، وبيقرر انه ما يبقاش عنده صحاب، وده يؤدي بيه العزله ويبقى عايش لوحده، وبعد كده يفقد المعنى في حياته، وبعد كده ينسى اصلا هو ايه سبب العزله اللي هو فيها. انا شفتها كتير قوي. ان تلاقي واحد صاحبي او حاجه او حد اعرفه، يعني مثلا بطلت اكلمه بقالي كتير بس نتواصل. بعد كده الاقيه بقى مثلا احنا في الثلاثينات، الاقيه حياته غريبه قوي. لو بتيجي تفكر كده هو الشخص ده بيعمل ايه في حياته؟ ولا حاجه. يعني هو شخص منتج، يعني بيشتغل وبيعمل الحاجات اللي هي العاديه بتاعت الدنيا، بس هو عايش لوحده مثلا. شخص مش متجوز، ما مش حاجه. يعني يا دوبك يروح الشغل يقعد مع ناس هو مش فارق له، ولا هو فارق لهم في حاجه، وهي كلها تمثيليه. ده بيمثل على ده وده بيمثل على ده. ويروح البيت تعبان مجهد، يخش يقفل على نفسه الباب، يترمي على الكنبة، يتفرج على التلفزيون بقى، يشوف ايه اللي شغال، يسكرول انستجرام تيك توك، يحرق وقت هو مش عارف هو بيعمل ايه. بس يخش في الزون بتاعت المخ كده ان هو يبقى مش موجود. ويقوم يزق ويصحى تاني يوم نفس الحكاية لحد ما يجي الويك اند. الويك اند المرعب المخيف. البعبع اللي المفروض كنا احنا بنفرح بيه يعني واحنا صغيرين. مثلا فكره ان يبقى عندك ويك اند بكره، يا لهوي هيصه. بكره الخميس بقى وبتاع. وكان دلوقتي بقى الموضوع مختلف. بقى يجي الخميس والجمعه يبقوا احزن الايام. ليه بقى؟ بيتفاجئ الشخص ان هو عليه ضغط غريب. هو مفيش حاجه المفروض يعملها، بس ده عامل له ضغط مش العكس. ان هو قدام نفسه بيبدأ يكتشف ان هو ما عندوش حياة، ان هو ما بيعملش حاجة خالص. ان هو النهارده خميس، المفروض في عقله ان الناس كلها مبسوطة والناس كلها في الشوارع والناس كلها عندها حياة. اللي عنده عيد ميلاد، واللي عنده مش عارف فين، واللي عنده عند اهله فين، واللي عند اصحابه قاعدين عيد جواز مش عارف مين. وهو ما فيش حد قال له تعالى نروح في حتة ولا اي حاجة خالص. ما فيش حاجة، مفيش حاجة. فيبدأ بدل ما هو مستمتع بالوقت الفاضي ده يبدأ في ضغط. وما يفهمش. ممكن يروح يتعالج بقى نفسيا، يشوف ثيرابيست، يشوف اي حاجه، ومش هيبقى فاهم ايه بالظبط اللي بيؤدي لده. مع ان المشكله واضحه. انت نسيت حاجه مهمه في الطريق. نسيت تعمل صحاب. او عملت صحاب وما قدرتش اهميه الناس دي. ما قدرتش اهميه ان يبقى عندك صديق. مع ان يعني لو انت بصيت هتلاقي في حاجه اتغيرت في السب كلتشر بتاعتنا. ان ما كانش كده دايما. يعني ما كانش دايما مثلا فكره الراجل بطبيعته هو لوحده وما عندوش حد وما عنده يعني.
تاريخيا مثلا هتلاقي الموضوع عمره ما كان كده. في حاجه حصلت في السب كلتشر بتاعتنا، فكره ذهنيه كده عند الراجل، كل ما تزيد رجولته يبقى منعزل ويبقى لوحده ويبقى مالوش صحاب ومالوش عزيز ولا غالي، وده الراجل اللي هو ده جديد. ده ما كانش موجود زي، يعني انت ممكن تتخيل ان هي دي الصوره النمطيه للراجل، وان احنا بنرجع للصوره النمطيه، بس العكس لا، احنا مش دي الصوره النمطيه للراجل. الراجل عمره ما كان كده يعني. بص على مر التاريخ هتلاقي حاجات كتير، يعني هتلاقي ناس يقول لك ايه، الصديق قبل الطريق مثلا، يعني حاجه تبان سطحيه بس مهمه جدا. الصديق اهم من الطريق هنا والدنيا، يعني الصديق اهم من اللي انت بتعمله في الدنيا. تلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده الصحابه، كلمه الصحابه دي الصحاب، يعني الصحبه، ذا بويز، الولاد، الشباب، الرجاله من الاخر يعني. هتيجي تبص تاريخيا، حتى في اشعار العرب تلاقي الخل ورفيق الكاس، وده بيبقى ليه مكان عنده يعني لحد قريب جدا منه. بغض النظر عن موضوع الكاس والحاجه دي غلط، بس المبدأ واحد. فما تفهمش امتى في السيكونس بتاع الرجاله فجأة كده النمط اتغير، وبقى ان الراجل ما ينفعش يبقى ليه صحاب. يعني انا ذات نفسي بقيت مع الوقت ما بستحملش بقى. يعني انا بحب الناس جدا 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 جدا، بس بقيت احبهم بعيد يعني. ما بقتش احب الناس جنبي خالص. لا انت جميل وبني ادم حلو وانا بحبك، بس في مكانك ما تقربش كتير. لا يعني بس تيجي تحلل تلاقي ان الموضوع هو بصراحه يعني ما بقاش حد مستحمل حد، وده غلط. يعني انا مثلا ما مش مستعمل حد يجي ينظر عليا في حياتي. هي العلاقات كلها بقت مبنيه بطريقه غلط. الرجاله بقت خايفه من بعض، وكله جاي عايز يثبت ان هو بيعلي على التاني. احنا دخلنا في معركه احنا الراجل بطبيعته كائن تنافسي، يعني هو دايما يبقى موجود في مكان فيه رجاله كتير بيبقى عايز يتنافس. ده طبيعه الرجاله، وده كويس مش وحش، بس التنافسي اللي هو الحميد. اما احنا بسبب الخصله دي، واضيف عليها السوشيال ميديا والانترنت، خلت الموضوع ده ينفجر عند الرجاله. بقى في تنافس في كل حاجه، وحتى لو هم ما عندهمش اي حاجه خالص يتنافسوا فيها، هتلاقي دايما قبل ما العلاقات تنهار بيبقى دايما فكره انا بعلق عليك في حاجه. يعني انا مثلا ما بحكيلكش على حاجه حقيقيه عشان انت هتبص لي بص وحش، مع ان ممكن يبقى عندك نفس المشكله على فكره، بس انت بتنط في الكاركتر بتاع انا احسن منك، وفي صوره كده نمطيه وذهنيه انت بتنط فيها، بغض النظر عن الحقيقة. ما هو الحقيقة ما لهاش معنى بقى يعني. خلاص احنا بقينا بنعلّي على بعض، وكل واحد راكب بيرسونة أرجل واحد في الشارع، وأنت بقيت متوقع رد اللي قدامك قبل ما يرده، فبقيت بتقصقص القصة قبل ما تحكيها. يعني بتدي القصة كده في ذهنك ايه هو القصة، هتجيب الرياكشن من اللي قدامي ان انا واحد تنين، ان انا راجل جامد جدا، مش القصة الحقيقية اللي انت عايز تحكيها ولا الموضوع بجد. فبيبدأ الموضوع ده يعمل عندك مشكلة. ثواني انا باشرب الشاي، عشان افوق واعرف اتكلم. فبتبدا ان العلاقه كلها عباره عن علاقه كرتونيه ما لهاش اي نوع من انواع الحقيقه. كل واحد لابس وش، الوش ده ابعد ما يكون عن الداخل، وكل شويه يبدا الوش ده يبعد عن حياتي الشخصيه. يبدا انت مصدر لي وش وانا مصدر لك وش، فبالتالي تنهار الصداقه، لان ما كانش في صداقه اصلا، هي كانت مبنيه على احنا بنعلي على بعض. البني ادم مثلا ما بقاش بيسمع عشان هو عارف ان السمع ان انا اقعد معاك كحد صاحبي واسمع منك، ده في حد ذاته شيء، ده في حد ذاته اكشن، حاجه ليها فاليو. هو مش لا فعل، هو فعل، هو فعل الاستماع، ان انا ابقى موجود وانت تحس ان في حد سمعك بجد. بس مش لازم اي حاجه تانية، بس انا موجود وسمعتك، وفي حد في الدنيا مهتم ان هو يسمع مشاكلك وحاجاتك التافهه، اصل هي برضه حاجات مش كبيره، بس بيبقى محتاج دايما حد في حياتك يسمع. فاحنا نسينا الفاليو بتاعت الحته دي خالص، بقى كله يا اما عايز يحكي ويستمتع ويفرد دراعه على الشخص اللي قدامه، ونسي ان هو في شخص الناحيه التانيه. هو يعني انا شايف بصراحه ان ده برضو مش من شأن الرجاله. يعني احنا بقينا كرجاله خسرنا حاجات كتير قوي في الرجوله. إن الرجوله النمطيه اللي بجد هي الراجل ده، من يقول لك الراجل ما بيتكلمش كتير، احنا كنا بنفهمها الراجل ما بيتكلمش كتير يعني ياخد جواه ويكتم ويسكت. لا هي مش كده، هو راجل ما بيتكلمش كتير ان هو بيستمع. هو الاستماع ده نوع من انواع العطاء، يعني مش اللي بيتكلم هو اللي بيعطي، هو اللي بيستمع بجد، هو ده اللي عنده عطاء عالي. فبالتالي السكوت من شأن الرجال، لان هو بيديلك ان انت تسمع وتشوف البني ادم اللي قدامك. ده كل حاجه. الوعي ان يبقى انت عايش في الدنيا، الدنيا ما هي صعبه يعني، وعلينا كلنا، وكل واحد في الدنيا بطوله لوحده.
ليه تعيشها بطولك وليه تعيشها لوحدك لما ممكن يبقى في انسان تاني واعي جميل، هو ما فيش اي حاجه تجبره في الدنيا ان هو يسمعك غير ان هو بيحبك، او ان هو عايز يسمعك، او ان هو عايزك تبقى جزء من حياته. العلاقه ما بتفكرش فيها على الاسلوب ده. يجي يوم الويك اند يا معلم وما تلاقيش اي حاجه تعملها، قاعد كده انت فاهم هنعمل ايه بقى؟ شوف لنا فيلم، شوف لنا مسلسل، نطلب اكل، ويبدا الويك اند يبقى اتعس وقت. فبقيت انت الوقت التعيس بتاع الشغل هو اصلا الاروش من الويك اند اللي هو المفروض بتاعك لوحدك، لانك ما بقاش عندك عيشه، لانك انت ضحيت بالصحاب. التيشيرت ده عمال يبوظ، شوف تلبس حاجه اشيك من كده المره الجايه ان شاء الله، البس لكم حاجه اروش من كده. فبس يعني انا شايف ان احنا محتاجين نقدر، الرجاله محتاجه تفهم قيمه الصحاب، بمعنى ان انت 30 سنه 35 سنه 40 سنه صاحبك ده حاجه ليها قيمه، زيه زي الزوجه اللي انت هتتجوزها، ليه دور زيه، ليه مكانه زيه زي اهلك لما يبقى صاحب بجد. بس هو عمرك ما هتعرف اذا كان صاحب بجد ولا لا الا لما انت تبقى صاحب بجد. ما هو انت اصلا مش شايفه، انت جاي عايز تحكي اللي عندك، تطرشق اللي عندك وتحس بقى بحاجات، بس مش مهم بقى الشخص اللي قدامك ده انت جاي له هو عايز تسمع منه، عايز حصل ايه في حياته ما حصلش ايه في حياته. هي العلاقه دي عامله زي الكوبري. انت هتعرف منين اذا كانوا الصحاب دول حقيقيين ولا لا؟ ان انت بتبقى انت مهتم بيهم بجد، تدرك ان انت لازم تستثمر في مشاعرك مع الناس دي. وعادي هيحصل فجأة ان انت بعد ما استثمرت اكتشفت ان جزء كبير ده، بالعكس الاغلب انه بيبقى كده، ان هو ما استثمرش قصادك، هو ممكن ما عندوش الوعي او ما عندوش التقدير الكافي ليك كإنسان ان انت عملت ده، وهو بالتالي يحاول يرد وما عندوش الوعي ده. فبالتالي هتكمل حياتك وتجرب تاني وتالت ورابع لحد ما هتخبط في واحد او اتنين هتلاقي معاهم العلاقه دي. انا كان عندي ناس في حياتي كانت بصراحه انا ما كنتش بحب الناس دي خالص، انا ما كنتش بحبه، انا كنت شايفه بني ادم وحش وحقود وغلاوي. كان صاحبي سنين ونزل معانا في قعدات، وفي لحظه ما حصل زي فليب كده، ان انا بدات كده لا استنى، الشخص ده مره شديت عليه في الموضوع لقيته بيفهم وبيتجاوب، فانا قلت وانا ليه بكره الشخص ده؟ ما خليني احب الشخص ده واديله فرصته بجد كبني ادم، يعني اشوفه كبني ادم، اشوف بني ادم جميل بمشاكله بكل حاجه ونتعامل مع بعض. يعني انا اعرف الشخص بقالي سنين، بس السنه اللي الواحد فيها بدا يعمل كده انا بقيت بحب الشخص ده جدا بجد. بقى كان عندي في حياتي مكانه، انا بقيت شايفه شخص جميل، شخص وبدا ما هو برضو مستوى تفكيره كان بالنسبه لي مش اللي هو حد انا ممكن اسمع منه، لا الدنيا اتغيرت في خلال شهور، مثلا 10 شهور سنه، بقى شخص انا ممكن اخد منه نصيحه في حياتي. بس هو ايه الحاجه الوحيده اللي اتغيرت هنا؟ انا بقيت انا شايفه ازاي، وبالتالي كان الناحيه التانيه برضو شخص لقط ده وغير طريقه تفكيره، فبالتالي بقى هو مقدرك جدا في حياته وانت مقدره في حياتك. دي علاقات. ما هو بالعقل كده، انت راجل عايز تخرج، عايز تعيش، عايز تعمل حاجه، هتعمل ايه؟ بالذات بلد زي مصر مثلا، من غير صحاب ما فيش حاجه ليها لازمه ولا ليها طعم ولا ليها معنى. تنزل تقعد زي العيال بتاعت التكنو، تقعد اتس وضارب مخدر، ما هو انت برضه مغيبب. هتعمل ايه؟ ما هو حاجات حرام كلها، وعلى فكره يعني مش ممتعه خالص، حاجات كلها نلبس 60 نيله. يا اما عندك صحاب كويسين، صحاب بقى دول هتنزل تقعد معاهم على قهوه، هتتبسط، هتضحك، هتحكي قصص يومك، على مين مبهدلك، مين مش عارف ايه، مين فركشت معاك. هتلاقيهم بيهزروا معاك عشان هم قلبهم عليك وبتاع، ويقووك على الدنيا شويه، تحكي لهم همك في الشغل ومشاكلك، تنزلوا تهزروا وتروحوا مكان انضف شويه. هي نفس القعده، هي القعده، بس هتقعدها فين؟ وتغيير المكان وتغيير الظروف اللي حواليكم، هي دي اغلب حاجه في الخروج. طبعا ما بعد كده في بقى الاهل والزواج، انا بتكلم بس على حته الصداقه دي لان ده شيء مهم. وانا شايف ان بقى مع الوقت بقى عادي ومتعمم فكره ان انا ما عنديش صحاب وانا ماليش حد وانا في الدنيا بطولي، ولا لما لو انت مالكش صحاب انت بتعمل حاجه غلط. يعني انت الناس بطبيعتها جميله وكائن اجتماعي، فانت طالما ما عندكش صحاب لا انت خلي بالك انت ماشي في طريق مش تمام. ده مش معناه برضو ان دايما انت ممكن تكون موجود في environment او موجود في مكان، المكان ده ما بيسمحلكش ان انت تحتك بناس شبهك، ده بيحصل. بس الاغلب لو انت موجود في مكان تمام وانت بني ادم نظيف المفروض يبقى عندك صحاب، لان الناس بتنجذب لده. ومفيش حاجه، مفيش برضو كارثه تانية في البخل في المشاعر، ان احنا بقينا شايفين ان من الرجوله انا ما ينفعش اقول لك انا بحبك، ما ينفعش اقول لك وحشتني انت فين. مفيش ما ده ما بيعتبرش رجوله. انت ما ينفعش تقول حاجه زي كده، مع ان ده حاجه طبيعيه جدا. ما انت لو هو الحب يعني ده
شعور نبيل، وهو نفس شعور الحب بس بintensity مختلفة أو بتركيز مختلف بflavors مختلفة. هو الحب اللي بتشاركه مع أبوك وأمك ومع أخواتك ومع صحابك ومع النادي اللي بتروحه والرحلة والمكان اللي فيه بحر حلو والview الجميل والطبيعة. هو نفس شعور الحب، حاجة أنت بتحبها وعايز تشوفها أكتر وتتواصل معاها عشان هي. ليه؟ مش مهم، مش لازم أكون أنا مثلًا بادّيك كذا فأنت بتحبني، ده غباء. أنا باحبك زي ما أنت. بتعرف تدّي ما بتعرفش تساعد ما بتع ت يعني تمام، طالما باحبك أنا باحبك من غير ليه، ويتقال لك باحبك فاهم، عادي. وعلى فكرة ده طريقة حلوة إن أنت تفلتر بيها برضه لمّا أنت بتبقى عندك شخص صديق في حياتك وتقول له باحبك أكتر من مرّة مثلًا، أو أنت وحشتني مثلًا فين. يعني مش كل شوية برضه ما تبوّخش ما تأفورش برضه، أنا كل واحد يقول لي باحبك، باحبك هو في إيه يا عم ما والله أنت عايز منّي إيه يا عم؟ المهم أنا مش قصدي كده يعني، بس يعني كلمة برضه إن أنت تقدّر الشخص اللي قدّامك، هي مش شرط برضه الكلمة دي ممكن تقولها بطريقة مختلفة، بس إن الشخص اللي قدّامك يبقى عارف إن أنت بتقدّره، ده مهم جدًا. صداقات كتير جدًا بتنتهي في إطار إن إحنا عشان رجالة أنا مش هينفع أبيّن لك إن أنا باقدّرك كصاحب، ودي مصيبة سودا. معلش يعني مين بني آدم عديم الثقة في النفس وبني آدم رِمّة بجد والله، بني آدم ما بيحبش نَفْسه، اللي هو يقعد مع شخص سنين وهو مش عارف الشخص ده عمره ما بيّن بطريقة واضحة إن أنت ليك قيمة في حياته أو إن هو بيحبك أو إن هو مقدّر كل حاجة أنت بتعملها معاه. مين الشخص ده؟ ده شخص مجنون. لو أنت متخيّل إن ده حاجة كويسة، ما أنت هتقعد مع ناس معاتيه، يعني ناس مجانين أو هم شايفين إن أنت ما بتحبهمش، وهو بالتالي بقى تمام لإن هو عارف إن هو كمان ما بيحبكش. أنت ما بتحبنيش أنا ما باحبكش ونمثّل على بعض ونقعد نلعب مع بعض ونقعد ندِب بعض أسافين من تحت لتحت كده وبقى ورّيني هتمشي إزاي. المهم أنا مش عايز أرغي كتير، أنا رغيت أصلًا كتير، فبس يعني عادي، عادي حاول تبقى عندك صحاب، يعني وأنا كمان برضه هاحاول يبقى عندي صحاب أكتر شوية. يالّا سلام.